بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا في منطقه اللي نقدر نسميها بدايه الصحراء الغربيه من ناحيه اكتوبر وزايد. في المناطق دي احنا عارفين ان الايوسين كان هو يعني تقدم كبير جدا للبحر. الحجر الجيري اترسب بعد كده بدايه من الاوليجوسين من حوالي 30 مليون ل 25 مليون سنه. بدا يتراجع البحر للشمال. بدأ الحجر الجيري خلاص يختفي. بدأ يظهر معانا الرواسب اللي هي بتاعتنا الكلاستكس او الفلوتيات اللي جايه من عن طريق الانهار والاعمال بتاعت اعمال اللي هو الترسبات القاريه اللي موجوده. طبعا الترسبات دي لما تمت في الاوليجوسين كان في نفس الوقت في بازلت شغال وكان في لافا بتطلع نتيجه الريفت بتاع البحر الاحمر خليج السويس. فكان عندنا بازلت بيتكون واحجار رمليه بتتكون في الفتره دي. طيب، وفي نفس الوقت من الجنوب كان بيجي نتيجه موضوع بقى ان خلاص بقى عندنا ميه شغاله وحركه، بقى غابات بدات تتكون، والغابات دي بدات بعد كده الاخشاب بتاعتها تنجرف في اتجاه الشمال وبدات يعني تدفن في المناطق دي ويحصل احلال ليها. وده برضو مثال من الحاجات اللي انا هوريها لكم هنا. ده اهو، ده خشب متحجر اهو موجود في المنطقه هنا من فتره من فتره الاوليجوسين. هنلاقيه منتشر جدا في كل حته اهو. تمام، ده جاي وهو تقيل يعني. ده نتيجه ان حصل احلال للماده بتاعت، يعني حصل احلال هنا للماده اللي هو الخشبيه او السيلولوز بمحاليل فيها سيليكا وحديد، بدات تخش وتحل محل الماده دي. فحافظنا على نفس التكشر زي ما احنا شايفين بتاع الخشب، بس اتغير الماده بتاعته بقت ماده معدنيه ومحافظه على دي فتره الاوليجوسين. وده منتشر جدا في مصر في كذا مكان، يعني نتيجه التراجع اللي تم من البحر بدا يحصل ترسبات صخور فتاتيات ويجي معاها الاخشاب اللي زي كده من الجنوب في اتجاه الشمال. هنلاقي الكلام ده منتشر معانا في كل حته اهو زي ما احنا شايفين في كذا مكان. في قطع موجوده، في قطع تانية مدفونه زي ما احنا شايفين. ودي دي تقيله جدا فيها حديد اكتر. تمام. فاحنا عندنا هنا حجر الاساس اللي هو ثابت في الارض، الحجر الجيري بيتبني عليه عشان هو قوي. بينما طبعا في شرق القاهره بقى الدنيا اصعب شويه عشان في طفله مع الحجر الجيري، لكن الحجر الجيري هنا مور بيور شويه فالبناء هنا اسهل. في نفس الوقت زي ما قلنا الفوتيات اتكونت بتاعت فتره الاوليجوسين وكملت معانا في الميوسين.